سعد وهو صحابي معروف فأمره أن يشتم عليا فأبى. قال: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب. المقصود أن القضية الأولى قضية سب الإمام علي على منابر الإسلام. هذا تغيير كبير ليس المستهدف به الإمام علي ولا أهل بيته، لأن صيغة السب كانت لعن علي ومن يحبه. يعني تصور خطيب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام يصعد وبين المهاجرين والأنصار وأبنائهم، ولا بد أن نعرف قوة الدولة لا تتورع عن قتل شيء، عن قتل أحد. وسنرى كيف قتلت حجر وعمرو بن الحمق الخزاعي تقتل. فلذلك لا يستشكل أحد أنه لماذا لم ينكروا. أيضا هناك إنكارات لسعد بن وقاص وأم سلمة ومجموعة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب. فالمقصود أن سب الإمام علي على منابر الإسلام من بعد صلح الحسن من بداية العهد الأموي لا يستهدف به غالبا، لا يستهدف به الإمام علي، لأن صيغة السب كانت لعن علي ومن يحبه. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فهمت من هذا فأرسلت إلى الحاكم الأموي تقول: والله إنكم تسبون رسول الله على منابركم، وذلك أنكم تلعنون عليا ومن يحبه، وأنا أشهد أن رسول الله كان يحبه. طبعا ذكرت أنا في مثال أظن سابق، ما أدري هل سجل في الحلقات السابقة، بأنه إذا أن الإمام علي من النبي كمنزلة هارون من موسى، تمام؟ فتصوروا لو أن ناس بعد موسى قام حاكم استطاع أن يصل إلى السلطة وأمر بلعن هارون وآل هارون على منابر بني إسرائيل. هذه ما معناها؟ ليس المستهدف بها هارون فقط، المستهدف موسى، شريعة موسى، لأن المنفذ الأسلم إلى موسى في معرفة شرائعه وأقواله وشرعه وتوراته، يعني كتابه السماوي، والمنفذ هو هارون وآل هارون. هذا طبيعي اليوم حتى. فعندما تستهدف هذا الأقرب تستهدفه باللعن والتبكيت والتشنيع ورواية الروايات المزرية عليه، على هذا يهدف إلى إبطال النموذج الذي أو الثقل الثاني الذي يدل على الكتاب. لأن كما نعرف الحديث المتواتر عندنا في صحيح مسلم وفي غيره: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله، وأوصى بكتاب الله كثيرا، ثم قال: وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث. هذا عندما تقطع العترة لا تفهم الكتاب، وعندما تغيب الكتاب لا تفهم العترة. والعترة أنا شخصيا لأني من طرف سني لا أقول بالعصمة، لكنني أرى أن أمثل ما يمكن أن يعرفنا على منهج النبي وحديثه وسيرته هم أهل بيت نبيه الصالحون.